خلق الخلق فقدرهم تقديرا، من حشرة كسى الناس حريرا، ومن حشرة أطعمنا شهدا وفيرا. وأصلي وأسلم على السراج المنير وعلى آله وصحبه غر الميامين الذين بهم تلألأ الحق وانتصر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلهي يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، فكم من زلة لي في البرايا وأنت علي ذي فضل ومني. فاللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. الحلقة الماضية في الجمعة الماضية تحدثنا وقلنا وصفات، وأسأل العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم لا رياء فيها ولا نفاق، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل. أولا قبل أن أبدأ أسوق إليكم بشريات كثيرة، لعل هذه البشريات لن أذكرها كلها، ولكن أذكر بعضها خوفا على نفسي من الغرور ومن الرياء. لعل الله عز وجل من على هذا العبد الفقير بالوصفة التي تم ذكرها في الحلقة الماضية، وهي وصفة الفشل الكلوي، وكانت سبب بفضل الله وعونه وكرمه وجوده في إسلام عائلة كاملة في أحد دول العالم، وذلك بعد استخدام هذه الوصفة وشفائهم تماما. كانت سبب في إسلام الزوج والزوجة والأولاد. فأسأل الله أن يتقبل مني وأن يرزقني وإياكم الإخلاص. طبعا هذه الحلقة لست أنا القائم عليها وحدي، فأنا جزء بسيط جدا، بل أقل جزء في هذه الحلقة، حيث أن كل قائمين على هذه الحلقة بفضل الله عز وجل إخوة أفاضل. أسأل الله العظيم أن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والفعل والعمل. اللهم آمين رب العالمين. طبعا الحلقة زي ما احنا قلنا إن في ناس كتير قائمة عليها، على رأسهم الإخوة كلهم ربنا رب يحفظهم، ولن أذكر أسماء حتى يكتمل الأجر بفضل الله عز وجل. هذا الشيء الأول. الشيء الآخر بشرى طيبة جدا، وهي من أفضل البشر التي بشرت فيها في حياتي. هذه البشرى كنا قد صنعنا بحث بفضل الله وعونه وحوله وقدرته. هذا البحث بفضل الله عز وجل من 2006، وهذا البحث بفضل الله عز وجل يستطيع أن يقضي على مرض. ناخد بقى الوصفات اللي بتاعت الحلقة الماضية في عجالة. أول وصفة قلناها الحلقة الماضية وهي وصفة الفشل الكلوي. هي عبارة عن 25 جرام دمسيسة، 50 جرام حلف بار، 25 جرام بذر جزر، 25 جرام بذر خلة. دي احنا قلناها الحلقة الماضية، وبفضل الله عز وجل في ناس استخدمتها وكانت راح تغسل الكلى وفضلت حسنت. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل. الوصفة دي طبعا كل من استخدمها بفضل الله يتحسن عليها، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والفعل والعمل. ثاني وصفة في الحلقة الماضية كانت وصفة إنفلونزا الخنازير. وقلنا إنفلونزا الخنازير بناخد ليمونة كل نص ساعة مع ينسون وزنجبيل، وبفضل الله كل استخدامها يتحسن عليها بفضل الله عز وجل. كان بعد كده كان في معنا وصفة، واحد كان بيسأل عن إيد بنته بتتبلي دايما، قلنا إن هو يداوم على تناول الحلف بار يوميا، تقطع هذا الأمر بإذن الله عز وجل. بعد كده كان معانا موضوع الاكتئاب والتوتر العصبي، وقلنا ان الانسان اللي عنده اكتئاب وتوتر عصبي يداوم على تناول مستحلب البنفسج وتناول التلبينة يوميا، فإنها تقضي على الاكتئاب بكل أنواعه وأشكاله بفضل الله عز وجل. وتكلمنا في الشق الروحاني في الحلقة الماضية، ولا مجال الحديث في هذا الأمر إن شاء الله عز وجل. تكلمنا أيضا عن وصفة السكر. وصفة السكر بفضل الله يعني في ناس بشرتنا بفضل الله، وأسأل الله أن يتقبل وأن يرزقنا الإخلاص وأن يقينا من الغرور. اللهم آمين رب العالمين. وصفة السكر في ناس كتير بفضل الله عز وجل استخدمتها وتحسنت عليها بفضل الله عز وجل، وبشرني الكثير عن طريق الهاتف. وهي عبارة عن 75 جرام سموة، 25 جرام حبة البركة، 25 جرام فوة اللي هي عروق الصباغين، و25 جرام جذر كرنب، و25 جرام شرش رباص، و25 جرام ورق زيتون. كان معنا وصفة الحلقة الماضية عن تنشيط الذاكرة، وهي كانت عبارة عن 50 جرام قسط بحري، 25 جرام عرعر. ناخد اتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صالح السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. ربنا يا دكتور يغفر لك ويرحمك. اللهم آمين يا رب. خير على الخير اللي ربنا بيسوقه اللهم على آمين. طريق المسلمين. اللهم آمين يا رب. ربنا يحفظك يا رب. ولا دكتور معلش في ملحوظه وسؤالين. اللهم آمين يا رب. الملحوظه يا دكتور يا ريت حضرتك يعني ايه مثلا اول ربع ساعه او اخر ربع ساعه من البرنامج تقف فيه الاتصالات، تقول كل الوصفات اللي اتسالت لحضرتك في الحلقات اللي فاتت وبعد كده تستقبل الاتصالات حتى لو ربع ساعه بس من زمن البرنامج. إن شاء الله بإذن الله عز وجل. حضرتك يا دكتور معلش عندي سؤالين. اتفضل يا أخي. السؤال الاول يا دكتور خاص بتليف الكبد. في مريض عنده تليف كامل في الكبد واستسقاء، والدكاتره قالوا مالكش حل، قال لي تعمل عمليه زرع تكلف نص مليون جنيه، وهو حالته يعني فقيره جدا. أسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يبرئ الله من اللهم امين يا رب. يا دكتور هل يعني يا ريت حضرتك تقول لنا وصفه قويه تقضي على الموضوع ده بإذن الله عز وجل. ربنا يجزيك خير. وحضرتك يا دكتور السؤال الثاني اتفضل يا أخي. خاص بالادمان. الإدمان. طيب يا دكتور هل الشخص يعني في علاج من الاعشاب ينفع يساعده لو عايز يقلع عن الادمان؟ إن شاء الله عز مثلا وجل. ايه حتى ايه يعني وهو هو في اثناء الادمان او بعد مثلا ما يقلع الادمان خالص بيبقى في مثلا نعم. اثار في الجسم، مثلا دوخه، مثلا ترجيع، حاجه في الجهاز الهضمي وفي الدم. تمام. حاجه تطلع اثر الادمان من الجهاز الهضمي ومن الدم. وربنا يجزيك خير يا دكتور. اللهم امين يا رب. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين ويرزقنا واياكم الخلاص. ربنا اللهم يحفظك امين. يا رب ويجعلك يا رب خير يعني. اللهم امين يا رب. جزاكم الله خيرا. نرجع تاني للموضوع بتاعنا. قلنا ان الحلقه اللي فاتت احنا قلنا بعض الوصفات. قلنا اخر وصفه دلوقتي ذكرناها وهي موضوع الاكتئاب. السكر هي عباره عن 75 جرام مره اخرى 75 جرام سموه، 25 جرام حبه البركه، 25 جرام فوه اللي هي عروق الصباغين، 25 جرام جزر كرنب، 50 جرام شرش رباص، 25 جرام ورق زيتون. والوصفه دي بفضل الله عز وجل ناخد بقى تنشيط الذاكره برضه وذكرناها الحلقه الماضيه، عباره عن 50 جرام قسط بحري، 25 جرام عرعر، 50 جرام جينسينج، 25 جرام حبه البركه، 25 جرام بابونج. الام الظهر الحلقه اللي فاتت قلنا ان الام الظهر عباره عن زيت كافور، نجيب زيت كافور وزيت نعناع وزيت كمون وزيت زيتون بنسبة 2 إلى 1 إلى 1 إلى 1 ويدلك بها أي مفصل فيه ألم وإن شاء الله يتحسن جدا بإذن الله عز وجل. وأسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. ألم الظهر زي ما احنا قلنا إن هي زيت كافور بعد كده كان معانا تساقط الشعر. الشعر وهي عبارة عن زيت زيتون وزيت جرجير وزيت جوجوبا وزيت خردل خروع. الخلطة دي بتتخلط كلها وبتستخدم. بعد كده كان معانا وصفة لضمور عضلات وهي كان عبارة عن تناول فول الصويا مع المغات مع خميرة العرب مع حبة البركة مع المستعجلة، وقلنا ان احنا نطحن ده كله مع بعضه ونحطه مع لبن. بعد كده كان معانا الوصفة لضمور عصب العين وهي كانت عبارة عن اقحوان وبابونج. نجيب الاقحوان والبابونج ونغليه ونعمل منه كمادات على العين. وطبعا الكلعة برضه فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدهان بزيت الخردل على الرأس. كان معانا بعد كده وصفة لضيق المثانة وهي كانت عبارة عن 50 جرام حلف بار و50 جرام بذر خلة. تناول المشروب ده أكثر من 3 مرات في اليوم نافع جدا بإذن الله عز وجل. النهاردة إن شاء الله عز وجل كان معانا النهاردة هنقول حاجة خاصة بالمعدة والقولون. ده طبعا ناس كتير جدا كان عندها بتعاني من مشكلة المعدة والقولون، كتير جدا جدا ناس كتير جدا عندها المشكلة دي. وإن شاء الله عز وجل أنا هقول دلوقتي بإذن الله عز وجل وصفة بأمر الله الواحد الأحد الفاضل الصمد من أول مرة تتحسن عليها، بس لازم تستمر عليها لمدة 15 يوم. الوصفة مش هتكلفك 5 جنيه أو 6 جنيه أو 7 جنيه بالكتير جدا. الوصفة دي جدا هتريحك جدا جدا. أي واحد عنده مشاكل في القولون، أي واحد عنده قرح في المعدة، أي واحد عنده مشاكل في الاثنى عشر، أي واحد عنده مشاكل في جدران المعدة، أي مشاكل في المعدة بفضل الله عز وجل الوصفة دي بأمر الله الواحد الأحد. وإن شاء الله هنسيبها لمدة دقيقة أو دقيقتين على الهواء والناس ممكن تكتبها ورانا إن شاء الله عز وجل. هي عبارة عن إيه؟ 75 جرام قشر رمان، 75 جرام قشر رمان، 25 جرام شمر، 25